ومن منطقة الباحة مرة أخرى مع زميلنا منصور الجمعة. منصور حياك الله، يسعد صباحك، تفضل كلمة. صباح الخير يا منصور. يسعد صباحكم زملائي فيصل، يسعد صباحك بنان. لو تحدثنا أستاذ سعد، يعني ماذا عن بيت الباحة؟ ماذا تقدمونه في البيت الشعبي هنا في بيت البادية؟ بيت البادية أحب أعطي لأعزائي المشاهدين خلف الشاشات تعريف عن بيت البادية. بيت البادية طبعا جمعية مصغرة تهتم بالأدب العامي لجميع الفئات العمرية. طبعا تسعى هذه الجمعية وبيت البادية إلى عدة أهداف، منها توسعة دائرة الشعر النبطي، وأيضا ضم الشخصيات من ذوي المواهب الشعرية بأنواع الأدب، الرواة، المؤرخين. والآن في دراسة حديثة من أعضاء البيت بتطوير الأدب الفصيح أيضا لأبناء محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة. نعم، بما أننا ذكرنا التطوير يا أستاذ سعد، ما هو التطور الحاصل هنا في بيت الباحة من سنة إلى أخرى؟ التطوير حاصل من جميع الجهات. بالنسبة لبيت الباحة أضيفت إليه هذه المرحلة الأولى العام الماضي بتوجيهات سمو الأمير صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود حفظه الله، أمير منطقة الباحة ووكيل أمارة منطقة الباحة الدكتور حامد الشمري، بتوجيهاتهم المستمرة لقينا منهم كل العناية والاهتمام. طبقت المرحلة الأولى من المشاريع كما ترون في تطور بيت الباحة وقدوم الزوار أيضا عليه بكثافة منذ انطلاقة مهرجان الجنادرية. بالنسبة لبيت البادية هنالك عدد من الأنشطة والفعاليات التي عرضناها الأيام الماضية من فترة المهرجان، وأيضا لازلنا نحن في جدول الفعاليات والأنشطة حتى آخر يوم من فعاليات بيت البادية. بيت البادية يضم أكثر من 55 عضوا مشارك لبيت البادية ببيت الباحة، الجناح المشارك في جنادرية 27/1433 من مختلف الهوايات، من أصحاب الأدب العامي. صحبنا وزملنا من محافظة العقيق من منطقة الباحة عدة شعراء، من ضمن هؤلاء الشعراء شعراء معروفين، شعراء فن العرضة والمسحباني، الشاعر سعد بن منسي بن فهاد، والشاعر وافي بن فهاد، والشاعر سعيد بن محسن، والشاعر أبو كسرى، وأيضا مجموعة من الشعراء عبد الله شرم تكاتفوا، والشاعر عقيل غامدي حمود سفر. يعني كان إقبال لبيت البادية منذ انطلاقة الفعاليات والأنشطة. إذا نشكر الزميل الأستاذ سعد شري على هذه المعلومات عن بيت البادية.